صباح الخير، وعيشكم راكم لاباس خير؟ صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. شوف انا باش نعمل تو طاجين تاع الرز بالبشاميل، عملته في رمضان وما قدرتش نصوره باش نعمله تو نشوفوه مع بعضنا. شوف عملت دجاج مقطع رقيق ومعاه البصل ومعاه الحمص وزيت وملح، نقليهم مليح مليح، وبعدين كي يتقلوا نعمل لهم الحوايج هذه: الثوم، الفلفل الاكحل، الفلفل الاخضر، شويه الكركم، شويه طماطم تاع الباط مش ياسر، شويه برك. كي يتقلوا مليح مليح خلاص نعمل لهم الحوايج هذه. شوف الرز كاش نقيته وغسلته، شوف كاش عملته، غليته في الماء، نحيت له الماء الابيض تاعه باش كي نحطه في المرقه تاعه يعود مليح. شوف كاش تقلى مليح كلش مع بعضه، عملت الحوايج كله قليته مليح. تو باش نصب له الماء تاعه، شو الماء هذا يكفي عليكش الرز طبخته، ما نزودلاش ياسر الماء. شوف المرقه كاش طابت، تو باش نحطو لها الرز، نحطو فيها الرز. شوف الرز الرز باش نحطوه في المرقه اللي طيبناها. قلت لكم فيضت في الماء، يزيد تو يطيب في المرقة، يطيب مليح في المرقة. شوفوا زبدة ونحطوه يطيب ينشف خلاص ما عادش فيه المرقة. شوف البشاميل طيبتها بالفرماج، شوية الملح، شوية فلفل اكحل، ما وريتلكمش ما شفتوهاش، مرة اخرى ان شاء الله نعمل عنها فيديو ونوري لكم كاش طيب. هذه باش نعملها للطاجين. شو كاش جمدتها شوي خفرتها شوي، كلها فرماج عملت باش يجي الطاجين بنين بالفرماج، الفرماج المليح مش الفرماج المازط تاع السطل ولا الفرماج مش مليح. لازم كي طيب بالفرماج المليح باش يعطي طعم مليح للحاجه. شوف الطاجين كاش طاب تاع الرز، شوف كاش جا محمر مليح. شوف تو باش نحو منه، شوفوه كيفاش. شوف كجا مليح،
شوف كي جات طاجين روعة والطعم تاعها أحلى، إن شاء الله تجربوه ويجيكم مليح، نقولكم تبقوا على خير وفيديو آخر إن شاء الله.